الطبق استوى اهوت، بسم الله ما شاء الله عليه. وجعلت حاجة كده عسل. وضع الرز ازاي نغرف بقى. كده زي ما انتوا شايفين الرز وضع الطبخ. ممكن ما فكرتوش بطبخ اهلنا زمان، هو كله يعتبر ناي يعني ما عملناش فيه حاجة. وهذا طبق مخلل معاه اهوت. وكده بقى الف هنا وشفا يا رب على قلوبكم وعلى قلوب اللي ياكل يعني. سيب سيبها لسه ما حطيتش عليها سكر، لسه حطيت لا ده لسه ما حطيتش سكر في الخلاط. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل فطار النهارده. عندنا بطاطس. انا كنت عايزه اعمل رز متحمر وبطاطس صوابع وسلطه، بس رجعت قلت ايه اعمل شويه رز وطبخ احسن واسرع. المهم نقشر البطاطس ونخرطها ونرجع نشوف هنعمل ايه. هننزل نبلع التعليقات بقى بذكر الله وبالصلاة على رسول الله زي ما احنا متعودين. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. والنهارده احتمال تكون ليلة القدر، يا رب يجعل لنا نصيب كلنا وكله يشوف ليلة القدر النهارده. يلا حبيبي كده حبايبي، خرطنا البطاطس قشرناها وخرطناها واتغسلتها وغسلنا الطماطم وبصل. حمر البصلة بقى ندبلها كده وننزل نضرب الطماطم وننزل بالبطاطس عليها. في ناس بتعملها بتوم، احنا هنعملها ببصل. عايزة تعملها كده تمام، عايزة تعملها كده تمام، وزي ما قلنا الأكل أذواق وكل واحد بيعمل الحاجة اللي تريحه. يلا بينا حبايبي. البصلة دي أنا مش عايزاها تحمر ولا تصفر حتى، أنا عايزاها بس إيه يا دوبك تدبل كده. ننزل بالبطاطس عليها وننزل بالطماطم، بس نشوح البطاطس الأول. بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين. خليكم معايا ما تسرحوش. المهم كده نزلنا بالبطاطس ده تشويحة، وهننزل بالطماطم عليها وواحدة مرق الدجاج والملح وشعرة سكر انتوا هيك. احنا عملنا البتاع البصلة ني ليه يعني، لبناها بس ليه احنا مش عايزين الاكل يبقى حامي. احنا في رمضان الناس مش مستحملة حاجة، عايزين الاكل يبقى هادي كده ومسكر. ربنا يا رب يسكر حياة الناس كلها ويخليها كلها سعادتها. حبايبي البطاطس اتشوحت شوية اهيت وحطينا لها ايه ملح وشوية توابل وشعرة سكر صغير. ننزل عليها بقى الطماطم. بسم الله. تاخد غلوة مع بعضها بقى، وبعد كده ازودها الباقي ونعمل شوية الرز كمان. اكل بتاع زمان بتاع اهالينا، مش اللي حالا كلته جبنة وسايحة ومش عارف ايه. خلينا في اللي احنا عايشين فيه، كل واحد يعيش على قده. يلا حبيبي. يا ست الكل انتوا ايه الرز المحمر نكون غاسلين بقى في الرز وننزل بقى عليه نشوح وملح ومرق الدجاج لو عايزة، ما عندكش بس شوربة كمان ونزود. بسم الله. ده زي ما انت شايفة عسل بيبقبق هو زي العسل. 5 دقايق كده وندفع عليه يكون استوى. يا حبايبي شوحنا الرز وادينا له تشويحة حلوة، حطينا الملح وحطيت له واحدة مرق الدجاج. ده الطبق زي ما انتوا شايفين. بسم الله. لسه شوية نسيبها كمان 5 تستوي ونزود بقى الرز. يا حبايبي الرز خالص بيشرب اهو بيغلي اهو، هنوطي عليه بقى 5 كده ونوطي عليه. الطبق استوى اهو، بسم الله ما شاء الله عليه. وجعلت حاجة كده عسل. وضع الرز ازاي
نغرف بقى. كده زي ما انتوا شايفين الرز وهذا الطبخ. ممكن ما فكرتوش بطبخ اهلنا زمان، هو كله يعتبر ناي يعني ما عملناش فيه حاجة. وهذا طبق مخلل معاه اهوت. وكده ببقى الف هنا وشفا يا رب على قلوبكم وعلى قلوب اللي ياكل يعني. سيب سيبها لسه ما حطيتش عليها سكر، لسه حط لا ده لسه ما حطيتش سكر في الخلاط.